الميليشيا تدمن لعبة المسيرات، والجيش يتقدم برياً. اختارت ميليشيا الدعم السريع أن تلعب بسلاح المسيرات كتعويض عن نقص قدرات مقاتليها من المرتزقة واللصوص الذين فقدوا قياداتهم ومبررات الاستمرار في القتال بعد سلسلة الهزائم التي توالت عليهم في شمال وغرب وجنوب كردفان. الناس اللي كلهم اللي عندهم كفوهم دول ما عندهم وجود. انت عندك مدافع يا اخي، عندكم مدافع واقفه، ما عندهم وجود المدافع دي، ناجروا وخلوها كده بس. أطلقوا مسيراتهم على معسكر جبل اللبتور في ولاية الجزيرة، واستهدفوا مدينة الأبيض حيث المواطنين العزل، وطاشت سهامهم في مدينة سنجة، وذلك لضعف قدراتهم التخطيطية، وبذلك يكونوا قد فتحوا على أنفسهم بوابة الجحيم التي لن يقفلها سوى طرد الميليشيا من إقليم كردفان ودارفور في حرب برية سيشنها عليها الجيش السوداني، وهي لا تملك أدنى استعداد لمواجهتها. وعلى ما يبدو أنها ستكون نهاية لعبة الإمارات القذرة وأحلام آل الدجل الوردية في السودان.